رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. ويا مساء الورد والفل والياسمين على احلى بنات في الدنيا. عاملين ايه؟ حلوين؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. وحشتوني جدا من اخر فيديو جديد، يوم جديد من ايامنا في رمضان. ربنا يجعل ايامنا كلها خير وبركة وسعادة يا رب، اللهم امين. النهارده يا جماعة فيديو جديد، وهنبدأ كده يا جماعة بتجهيز الفطار على طول في الدغري كده على المطبخ على طول. يعني زي ما احنا عارفين كده، خلصت اللي ورايا كده البيت على السريع، واول بقى ما اصلي العصر بصاروخ على المطبخ، يعني ما فيش وقت اصلا. المهم يا جماعه، هنا كنت بصراحه قايمه ومحتاره ومش عارفه اعمل اكل ايه، خصوصا ان انا كان عندي اكل بايت من امبارح. فقلت بقى انا هطلع ايه؟ اللحمه دي لحمه بيكاتا 400 جرام بالظبط. فقلت انا هعملها، قلت ان شاء الله مش هتاخد وقت لان هي بتبقى متقطعه رفيع قوي. فالمهم جبت مكعب الزبده ده وحطيته، وحطيت شويه زيت، وبعدين نزلت عليه باللحمه كده زي صدمه، وحطيت ملح وفلفل على الوشين، وكان عندي روزماري كده عيدان، رحت حطيتها. قلت اديها الصدمه الحلوه دي اللي انتوا شايفينها، مش عايزه يتغير لونها، هي بس تدبل. لما لفيتها على الناحيه التانية حطيت برضو ملح وفلفل. فالمهم انا كنت عايزه حاجه اعملها جنب الاكل وتتاكل، ومش عايزه باقي اكل يعني. انا مش بحب باقي اكل، عايزه الاكل يخلص هو في نفس اليوم وخلاص، فبعمل على قد يومي وكده. المهم جبت كده فصين توم وهرستهم وحطيتهم على اللحمه، بتدي ريحه حلوه جدا للحمه بالذات لما تيجي تحطيها في الاخر. وزودتها ميه. المهم بقى هنا قلت اعمل شويه شوربه حلوين، شويه شوربه لسان عصفور. فحطيت كده شويه زيت وابتديت ان انا اشوح، وهحط يعني ملح، مكعب مرقه. طالما ما عنديش شوربه بحط ميه ومرقه وخلاص. مش لازم يعني ان انا اعملها بشوربه، خصوصا كمان لما بعملها بشوربه بتبقى دسمه وتقيله. الميه بحسها ان بتبقى خفيفه كده شويه، فالمرقه وخلاص بتبقى كويسه يعني كافيه. فبس بحط كمان شويه فلفل اسود وشويه الملح وخلاص. قلت اقلب كده واسيبها بقى مع نفسها كده تستوي، تكون اللحمه استوت. وعايزه اقول لكم اللحمه خدت سوا، يعني قعدت اكتر من ساعه وعلى النار، وساعه وربع وعشان تستوي. معرفش ليه مع ان هي رفيعه، بس انا بصراحه مش عارفه قطعيتها ايه، لان انا جايباها لحمه بيكات على طول. هنا بقى كنت امبارح عامله شويه محشي يا جماعه يستاهلوا بقكم. كنت عامله بتنجان، انا عندي ما بيحبوش الكوسه وملهمش في الفلفل، فانا عملت بتنجان بس بصراحه كانوا زي السكر. وجماعه المحشي هو ساقع بيولي طعم فظيع، فكان صايم وريحه المحشي كده كانت حلوه. المهم بقى امبارح كنت عامله محشي، فزاد شويه من الخلطه بتاعه التسبيكه. فانا كان عندي ممبار بس مش محشي، يعني كان ممبار فاضي كده، وشويه هما شويه صغننين كنت بتبقى عندي من مره كنت عامله قبل كده. فانا كنت يعني مش عايزه الخلطه ارميها او كده، رحت طلعت حبه الممبار اللي انتوا شايفينهم دول وغسلتهم وحشيتهم بقيه الخلطه المحشي اللي كانت زايده معايا بعد الفطار بقى. يعني امبارح بعد ما خلصت الاكل والمحشي والحاجات اللي انا عملتها دي، بعد الفطار بقى وانا قاعده كده على رواقه، رحت جبتهم وقعدت احشيهم، وقلت اسويهم من بالليل لان البتاع ده الممبار بياخد وقت في السوا. فانا قلت اسويه من بالليل عشان يبقى تاني يوم يا دوبك بس اعمل شوربه واللحمه واحمر الممبار بس كده. لحمه البيكاتا بتبقى عايزه رز، يعني انا عارفه بتبقى حلوه بالرز كمان الصوص وكده. ف يعني كنت محتاره صراحه اعملها كده ولا ببصل، بس هي خلاص طلبت ان انا احط فيها صوص وخلاص. لان انا كنت لسه عامله لحمه ببصل، فكنتش عايزه ان انا اكرر نفس الاكل، عايزه اعمل لهم اكله مختلفه. عارفه الواحد بيزهق بحيرة كل يوم انا هعمل اكل ايه النهارده، انا هعمل اكل ايه النهارده. فقلت خلاص بقى هي مكتوبه لي اعملها. فالمهم انا شلت كده اللحمه وجبت مكعب زيت زبده تاني وسبته كده يسيح، وحطيت شويه زيت عليه، وهبدا كده اقلب عشان خاطر احط يعني الشوربه واحط الكريمه، بحيث ان انا اعمل الصوص بتاع البيكات. انا ما حطيتش بصل ولا حطيت حاجه، حطيت بس شويه دقيق مع الزبده والزيت، وابتديت ان انا اشوحهم بحيث ان هو لونهم يبقى ذهبي كده شويه مصفر. وبعدين قلت هنزل عليها بالشوربه، وكان عندي علبه كريمه طهي حطيتها عليها بس كده. وفي نفس الوقت موطيه على لسان عصفور، وكنت سايبه الممبار يتحمر. والمحشي انا كده كده قلت اسخنه على طول
في الميكرويف وبس. يعني المهم انا كنتش عايزه الاكل المحشي ده يترمي، يعني كنت عايزه ان انا اكله مع شويه الممبار وشويه اللحمه الحلوين دول وبس كده. بصوا هنا بقى بدأت الدقيق يصفر. لو انتوا عايزين تحطوا بصل قبل ما تحطوا الدقيق شوحوا البصل في الزبده، وبعدين تحطوا مشروم لو انتوا عايزين، وبعدين كوبايه شوربه لو ما عندكيش شوربه اعمليها بمرقه، وبعدين هتحطي الكريمه اللي عندك بتاعه الطهي، بتحطوا في اخر اللحمه. بس انا ما عنديش مشروم فانا عملتها زي ما انتم شايفين كده. بس بصراحه كان طعمها حلو، هي فعلا كان محتاجه شويه رز حلوين كده عشان الصوص اللي فيها ده كان فعلا طعمه حلو. بس عادي يعني ممكن تتغمس كده وتاكليها كده بالشوكه مع الصوص بتاعها، طعمها برضو كان حلو. لقيت ان اللحمه كنت كده خلاص الممبار حمرته. بس كده اكله يعني كانت حلوه ومختلفه. بحاول والله يا جماعه انوع الاكلات عشان خاطر ما يزهقوش كده في البيت وخلاص. وبس كده دي كانت السفرة الحلوة بتاعتنا. حطيت شوية مخلل والشوربة، والحمد لله ربنا يديمها نعمة علينا يا رب ويحفظها من الزوال. هنا بقى كنا اخر اليوم شوية، خلصت طبعا المطبخ ونضفته بعد الفطار يعني زي الفل الحمد لله. هنا بس كنت جايبة طلبات من الماركت، يعني حاجات للأسبوع، جبن حاجات طبعا عشان المدرسة والسحور والحاجات ديت. فهنا جبت لانشون وجبت تركي وجبت جبنة رومي وعلبة حليب، وجبت كمان بطاطس قلت عشان خاطر السحور، وجبت جبنة مثلثات اللي بتاعت ابو الولد ديت، وجبت كمان زبادي المراعي اللي هو الست قطع دول. عشان خاطر اياد مثلا الصبح مثلا لو انا مش فاضيه الحق اعمل له فطار وحاجات ممكن اكله ايه زبادي، اديله اي حاجه كده ياكلها عقبال ما اجهز الفطار. يعني هو بيفطر معانا، يعني هو معتبر نفسه الوجبه الاساسيه بتاعته معانا. فالمهم بس جبت حاجات حلوه للولاد، وجبت كمان بيض، بس البيض من السوبر ماركت يعني مش من طلبات، لان طلبات بيبيع بالكرتونه او اللي هي بتبقى كرتونه فيها اقل حاجه 10 قطع، فانا كنت عايزه يعني من السوبر ماركت عادي. فالمهم هنا حطيتهم في العلبة وشلت الحاجة تانية في التلاجة، وبقية الجبن والحاجات دي هحطها في المنظمات بتاعتها. وخلاص كده يعني شوية مشتريات كده للأسبوع. يعني عايزة أقول لكم المشتريات اللي أنا جبتها معاكم لما كنا بنجيب حاجة رمضان، هو الأسبوع الأولاني يعني في رمضان. يعني زي ما قلت كده جبت الحاجة اللي هي تكفيني اسبوع 10 ايام، ولما تخلص ارجع اجيب تاني، لكن ما بجيبش حاجة اللي هي بالشهر. ممكن الحاجات اللي تقعد معاكي شوية اللي هي الزيت اللي عارفين اللي هي الرز، الحاجات اللي هي البقوليات والحاجات دي. لكن طبعا الجبن خصوصا كمان لو في اطفال، في حد هياكل في لانش بوكس مدرسة، سحور طبعا، فانت محتاجة الحاجات ديت. دي ممكن تخلص معاكي، يعني ممكن ما تكملش حقيقي اكيد الاسبوع. فبس المهم جبت هنا الحاجات اللي كانت ناقصه ومحتاجاها للاسبوع الجديد. حطيت الجبنه الرومي في العلبه والتركي. جماعه التركي بتاع فريش فارم ممتاز ما شاء الله بجد، هو 200 جرام عامل 70 جنيه تقريبا، فهو بصراحه تحس انك فعلا بتاكل حاجه نظيفه. فالمهم كده جهزت الحاجه وحطيتها في التلاجة. هنا بقى كان جه وقت السحور، قلت اعمل معاكم سحور حلو وجميل. وهنا كان اياد نايم، يعني يتحسد الله اكبر عليه ما تصحرش معايا في اليوم ده. فانا قلت اعمل سحور حلو كده ليه انا ومحمد، ودي برضو كانت نايمه، فظبطت كده حاجه سريعه مش عايزه بقى احط اطباق كتير. المهم جبت البيضه وربيتها كده، وزي ما انتم شايفين جبت شويه زبده. البيض بالزبده في حته تانية بجد، غير السمنه وغير الزيت، فعلا بيبقى طعمه حلو جدا وما تحسيش ان فيه ريحه تقيله كده. المهم كان عندي عيش تورتيه، فهفتح كده الفتحه اللي انتوا شايفينها دي بالسكينه، خدت من نص العيش كده بس البر، وحطيت هنا جبنه الرومي، وهحط عليها البيضه اللي انا لسه عاملاها معاكم. تمام. هاجي بقى على النص التاني كان عندي جبنه شيدر، وحطيت هنا واحدة، وفي الطرف التاني حطيت تركي، واخر حاجة حطيت الكابوتشا. فيا جماعة الساندوتش ده في حتة تانية، في حتة تانية ومشبع جدا جدا بجد. ما يعني ما شاء الله مش هتحتاجي تاكلي اكتر من واحد. فهو حلو قوي ومشبع وحلو للسحور ومختلف وبعيد عن الساندوتشات وبعيد عن التغميز والفول والطعمية عشان الواحد بقى بيزهق. فالمهم حطيت هنا شوية زيت، ونزلت كده زي ما انتم شايفين بالعيش في الطاسة ياخد صدمة ويسيح شوية الجبن اللي محطوطة جوه. بس كده انا هنا هوريكم شكل الساندوتش عامل ازاي من جوه.
خطير خطير، طعمه حلو جدا. شايفين الجمدان؟ بجد حلو قوي قوي، جربوها هيعجبكم جدا. المهم حمرت شويه بطاطس كده من انا لسه جايباها، فعملت كده كوبايه شاي بحليب. محمد ملوش في الشاي فمش مشكله، انا اشرب الشاي بحليب. ان شاء الله ولادي يطلعوا يحبوا الشاي بحليب، ولا اللي يشرب معايا كوبايه الشاي. المهم كده ده السحور بتاعنا في اليوم دوت، وكوبايه الشاي بتاعتي الحلوه. وبس كده خلصت كده، اروح اتسحر واشوفكم على خير تاني يوم. يا مساء الفتة، المنيو النهارده كان فتة باللحمة، سلقت شوية لحمة كده حلوين، وعملت فتة وشوية دقة. ما ينفعش يا جماعة فتة من غير دقة. وكان نفسي قوي اشرب حليب بالبلح، عملتهم الحمد لله. ده يعني كان فطارنا كده سريع، مش عايزة بقى ايه اكل في اليوم دوت، لاني كنت يعني تاني يوم هفطر بره. فانا عملت اكل اللي هو هيخلص وقت الفطار وخلاص. بس كده تاني يوم هفطر بره ومعزومة على الفطار، فمش عايزة يبقى في حاجة في البيت زيادة او تبات وما تتاكلش. المهم بقى هنا الكائن الصغير بتاع المدمر الصغير كان قلب لي كل المخدات تحت في الارض. يعني هو معرفش كان ايه السبب، يعني غيته. فالمهم كان مفضي كده، قلت والله يا معدي والله العظيم الليفينج كان نضيف، ما فيهوش حاجه، التلفزيون اصلا بايظ فمحدش بيقعد في الليفينج، وبناكل على السفره يعني. فاللي هو ايه اللي حصل ما تعرفوش. فالمهم استغل عدم وجودي وانا كنت في المطبخ بجهز الفطار، فطلعت كده لقيت كل المخدات كلها في الارض. فالمهم قلت بقى بعدين بقى مخلص فطار وارتاح واصلي، وبعدين ايه ابقى ادخل كده ايه اشوف محتاج يتظبط ابقى اظبطه عادي يعني. فالاوضه ما كانش فيها حاجه غير اني المخدات ارتبها، والترابيزه طبعا من اللعب والتخبيط والحاجات دي بتبقى متلطخه كده شويه، فقلت اديها تلميعه كده وبس، واحط كده حاجات عليها. وصلحت فنانيس، قعدت ادور على الماده اللي انا بلزق بيها، اللي هي بتاعت بدر وكذا ماركه يعني، اللي انا بلزق بيها مع سبري. المهم كنت ناسيه انا حطاها فين من ساعه ما كنت بجهز حاجه رمضان معاكم. المهم لقيتها، رحت لزقت فنانيس تاني وحطيته. بس يعني هو ديكور كده بس ليلتها، وبعدين هيتشال تاني. انتوا حتى هتشوفوا الحاجات اللي على التلفزيون متشاله كلها. كان هنا عندي دورة فوط الأسبوع كله، فوط بقى الحموم والإيد وكل الفوط، والفوط بتاعت إياد الصغيرة، كل الفوط كانت مغسولة في اليوم دوت. فكنت نشراها يعني الفجر، يعني أنا الليلة اللي قبلها اللي هي الفجر بعد ما خلصت قلت انشرهم كده، وبعد كده نمت. فاخدوا بقى اليوم كله. هنا بقى بالليل قلت اشيلهم خلاص نشفوا، مش عايزه ابيتهم تاني يوم عشان الغسيل. لما بيقعد كتير على الحبل تحس ان هو بيلم بقى تراب، بيلم عفره، بتخلي تحس ان ريحه الغسيل مش حلوه. فما برضاش ان انا اسيبه كتير على الحبل بره. عشان كده دايما بحب انشر جوه. يعني كذا حد يقول لي ليه يا نغم مش بتنشري بره، او ليه مش بتحطي المنشر بره او كده. طبعا عارفين ان انا ما عنديش بلكونه، فانا بحب انشر في الريسبشن عشان ببقى سايبه الشباك مفتوح، فما بيكونش الدنيا جوه ساقعه قوي وبيتهوى بسرعه. لكن الليفينج عشان في وش الطرقه، فانا بحب ان هو يبقى ايه خصوصيه شويه، فببقى قافلاه، مش بفتح الشباك على طول. فعشان كده دايما بنشر بره في الريسبشن، عشان بعيد عن الحركه، بعيد عن اللي رايح واللي جاي. الشباك يبقى مفتوح براحته فيهوي الغسيل بسرعه. بس فعشان كده مبحبش انشر بره كتير، عشان بس الريحه، وبحس ان هو بيلم التراب. المهم طبقت كده على طول الفوط رولات، وهاخدها احطها كده في الدولاب لان عشان ما تاخدش مساحه عندي. فبس لميت كده الغسيل وطبقته، واروح احطه في الدولاب على طول. بصوا بقى هنا كنت بوريكم الاوضه اصلا ما فيش حاجه، انا حتى ما كنستهاش وما لمعتش الارض، ما كانتش محتاجه ان انا اعمل حاجه فيها. والريسبشن بره كان نضيف، لميت ساعه الفطار مكان السفره وخلاص. تعالوا بقى، تعالوا اتفرجوا. عملت شويه فته، ده كان شكل المطبخ. بصوا المطبخ عامل ازاي، كوبايه العصير وكوبايه ما بعد الفطار، وطبعا الاطباق والحلل وكل الحاجات دي. طبعا كان عندي مواعين، مش عارفه المواعين دي في ايه بتتكاثر. فكان عندي مواعين في الغساله، قلت المها الاول وبعدين احط المواعين اللي انتوا شايفينها ديت في الغساله. لما بكون بعمل فته وبلاقي الصلصه معايا زياده وتفضى منها كتير، مش برميها، بحطها في قلب علبة او كيس وبشيلها في الفريزر. بتنفع جدا لو انا عايزه اعمل فتة تاني،
او لو انا عايزه اعمل كشري، فهو الاتنين نفس طريقة الصلصة، فبخليها بتنفع جدا في حاجة زي كده. فكان عن الصلصة اللي اتبقت شلتها، الدقة طبعا برميها عشان التوم والحاجات دي مش بخليها، وخلاص ما كانش فيه حاجة. الشوربة طبعا استخدمتها، ولما جيت يعني بحمص لما اجي اعمل الفتة، احمص العيش كده في شوية سمنة ولحد ما يتحمص خالص، وبعدين لما باجي احطه في الصينيه اللي احط فيها الفته بسقيه بشويه شوربه عشان يطرى كده شويه. بس لازم يكون العيش متحمص، لان العيش لو حطيتيه من غير ما يتحمص او اعتمدت ان هو متقطع بس، تحسي عارفين زي العيش المبلول كده اللي بناكله للبط، فما بيكونش حلو كده وطعمه مبيبقاش حلو. فلازم نحمص العيش كويس. فالمهم خلاص ما كانش متبقي عندي حاجه، واللحمه كانت على قد اليوم وخلاص كده. وطبعا هنا الكوبايات بتاعه العصاير بتاعه الفطار، والكوبايات اللي بنشرب فيها اي مشروبات بعد الفطار. فدول كده كل المواعين دي كلها لميتها مع بعض، قلت الحمد لله ان شاء الله ياخدوا دوره ولا حاجه. اتبقى بس ايه كام حله كده، قلت هبقى احطها مع المواعين بتاعه السحور وخلاص. لميت كده مواعين. طبعا في الفتره دي الغساله بتستهلك كتير مواعين، وفي نفس الوقت بتستهلك كتير من المسحوق والحاجات دي. بس بصراحه يعني ايدي ورجلي اهم حاجه، والله العظيم بامانه اهم جهاز في المطبخ، يعني بجد ما شاء الله ما شاء الله عليها. فربنا يخليها ليا، والله العظيم انا مش عارفه من غير الغساله دي كنت هعمل ايه بجد. لان في ناس بتسال لحد دلوقتي، هي الغساله مهمه؟ والله العظيم مهمه. لما تجربي الراحه من انك تفضلي واقفه بعد هدة يوم اصلا مع البيت ومع العيال، وانت واقفه بتعملي اكل، او انت جايه من الشغل وعايزه تغسلي مواعين، وتبقي ظهرك كده تحس انه مقطوم ومش قادره تقفي. والله العظيم لما تيجي تجربي بقى انك تشغلي الغساله وهي اللي تغسل، هتحسي بقيمتها وبالنعمه ديت والله بجد. فربنا يوسع عليكم كلكم ويرزقكم يا رب من وسع. وكل نفسها في الغساله ان هي تجيبها بجد. يعني انا كنت جايباها اول ما ولدت ديما، ما كنتش لسه عندي القناه، بس كان جوزي بصراحه كان جايبها لي هديه، كانت عيد ميلادي. بس بصراحه كانت رخيصه، يعني احنا بنتكلم في 7 سنين فاتوا، فهي كان سعرها يعني ممكن ساعتها نقول غالية، لا بس سعرها كان يعتبر في المعقول. يعني كان دي الأسعار هي وبيكو والغسالات كلها كانت كده. فهي بصراحة كانت حلوة. وليه بقى؟ لأن بعد ما ولدت ديما أنا كان ظهري والله العظيم بيتقطم ما اعرفش بقى ده. انا مش عارفه ده كان من مثلا عشان انا والده سيزيريان، فحقنه الظهر كانت بتوجعني، فببقى واقفه اغسل مواعين كتير. كانت الموضوع بحس انه مرهق جدا عليا، خصوصا كمان ان انا كان قبل، يعني كان في الاول قبل ما اتجوزت كانت العماير عندي في المنطقه كانت المايه بتقطع، فكانت بتيجي ميه اسمها ميه ترومبا، فاللي هو ما نستخدمهاش. فاستنى بقى لما الميه تحن علينا الساعه 3 4 الفجر، فان يبقى معاكي بيبي بيرضع وزن صغنن كده لسه، وتقفي كده وانتي لسه والده وتعبانه، وتقفي عشان تلمي المواعين وتملي ازايز وتحوشي ميه. لا لا لا، كان الموضوع كان صعب جدا. فبجد يعني اول ما جبتها حسيت بقيمتها. كنت بقى الم المواعين فيها، واول ما الميه تشتغل اقوم حاطه المسحوق واقوم مشغلاها ساعتها. بس اول ما الميه كانت تشتغل المع الرخامه، املي ازايز الميه. يعني عارفين الموضوع كان بعد كده حسيت بالقيمه بقى، والميه سهلت عليا الموضوع. فلا بجد مهمه جدا جدا. المهم كده يا بنات، خلصت كده المطبخ الحمد لله، ونضفت الرخامه والبوتاجاز ولمعت كله 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 الحمد لله. كل السطح اللي انتوا شايفينه بقى نضيف ومش محتاج اي حاجه. قلت بقى لمع المطبخ من بره. طبعا انا قبل رمضان بيومين كنت عامله تنظيف عميق جدا، والله العظيم فيديو كان جبار جبار، وانا زعلانه منكم عشان محدش شاف الفيديو دوت. فكان خطير، وعامله فيه تنظيف عميق جدا للمطبخ ومرتباه، وفرشت معاكم طبعا كل الحاجات اللي انتوا شايفينها على الرخامه بتاعه رمضان. فانا كده كان في الفيديو كده انا بقالي اسبوعين ما نظفتش المطبخ تمام، اللي هو قصدي المطبخ نفسه الخشب نفسه من بره. بلمع الاجهزه بس من بره، والبوتاجاز مع الرخامه والحوض وشكرا. لكن الخشب نفسه بتاع المطبخ ما كنتش بلمعه، فبقاله اسبوعين كده ما اتلمعش. فطبعا البصمات بتاعت الايد كان شكلها مش حلو، بالذات خصوصا يعني في الدرة في الفوق، مكان ما بمسك الضرفة او افتح الضرفة واقفل الضرفة. وتحت طبعا مكان ما بلمع الرخامة بتنزل مية، غسيل المواعين، الحاجات دي بتنزل ساعات على الظرف من تحت، فهتحس ان هي ملطخة ومبقعة. فبالمنظف اللي عملت بيه الرخامة رشيت كده بس بفوطة بقى ناشفة، مش مبلولة خالص، فوطة نظيفة ناشفة.
عشان تبقى اسهل وكده في التلميع. ومسكت كده الوش المطبخ كله من فوق وتحت ولمعته. فقلت الحمد لله كده يخف عليا، ان انا مثلا على العيد هيكون عدى اسبوعين كمان او عاملاه تنظيفه حلوه، مش هيبقى مرهق زي ما هتكوني ما عملتوش بقالك شهر. فبس الحمد لله يعني خلصت كده ولمعته. قلت اوريكم بقى شكل المطبخ كده لما تنضف، ولمعت من فوق ومن تحت. المهم ده كان روتين يومين حلوين كده. حبيت اخطف لكم كده مقتطفات من اليومين بتوعي. طبعا في احداث كتير يعني يا جماعه والله العظيم بتحصل في اليوم. فالحمد لله على اليوم اللي بيعدي بسلام وبيخلص كده، وانتي راضية عن نفسك وراضية عن كل حاجة حواليكي. فربنا يدينا الصحة والعافية يا رب، ويقويكم ويكرمكم يا رب. فبس ده الفيديو النهاردة، يا رب يا بنات يكون عجبكم، واشوفكم على خير فيديو جديد. باي باي للمطبخ وباي باي ليكم.